اهلا، السلام عليكم. كيفتوما؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ الصحه لاباس وما مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم هاد الحليوه كتجي غزاله لا في المنظر ولا في المذاق. طويصات معمرين بالملوزات الكركاع ومعلقه الكركاع. حلوه سهله وما فيهاش شي مكونات بزاف. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لمقادير الملوزه، عندي هنا 250 غرام ديال الكركاع اللي طحنته. غادي نحتاجو راس معلقه صغيره د الخميره الحلوه، وعندي 150 غرام د اللوز اللي سلقته وطحنته بودره، وعندي 25 غرام د الزبده ما يعادل معلقه كبيره ماشي عامره، معلقه صغيره د الكليكوس، ومعلقه صغيره د المربى المشمش. عندي واحد البيضه و150 غرام د السكر، وعندي قشره الحامضه او الليمونه، يعني واحد الليمونه محكوكه. هنا غنجمع داك الملوزه اولا المعلقه د الكركاع اللي عندي. عملت البيضه والسكر، عملت معلقه صغيره د مربى المشماش، الكليكوس قلنا تا هو معلقه صغيره، 25 غرام د الزبده، معلقه كبيره ما تكونش عامره بالزبده، وديك القشره الحامضه او ليمونه محكوكه. صافي، وغنبقاو نخلطو مزيان حتى يذوب لنا داك السكر سنيده مع البيضه والزبده، يذوب مزيان عاد باش نزيدو الكركاع اللي عندنا مطحون وبودره اللوز. نبقاو نخلطو حتى يذوب لنا السكر مزيان باش تجينا معلكه، عاد باش نزيدو عندنا الخليط الكركاع. صافي، ملي كنحسو بداك السكر داب غنزيد داك اللوز وغنزيد الكركاع ونخلط مزيان. غنخلط حتى يندمجوني العناصر كاملين مع بعضياتهم. والخميره غادي نخليوها هي اخر حاجه عاد باش نعملو راس معلقه صغيره د الخميره الحلوه. صافي، ملي كنخلطو الخليط ديالنا مزيان دابا غنزيد الخميره. غادي نعمل غير راس معلقه صغيره بركه، ونخلط عاوتاني. ملي نخلط الخميره مع الخليط ديال الكركاع صافي غادي نخلي الخليط ديالي يرتاح 15 دقيقه في الثلاجه، عاد باش ندوزو نكوروه ونكملو على الحلوه ديالنا. بالنسبه للمكونات العجينه ديال الطويصات، غادي نحتاجو 4 الطحين ما يعادل 250 غرام، عندي 125 غرام الزبده ما يعادل نص ربع، وعندي واحد البيضه وجوج معالق كبارين سكر كلاصي. هادو هما المقادير ديال العجينه. بسم الله. دابا غادي نبدا نعجن في العجينه د الطويصات. عندي هنايا الزبده والطحين والسكر كلاصي. غادي نرملو داك الطحين مع الزبده مزيان. هاد العجينه ما كتعجنش، غادي نجمعوها غير بالصبعين ديالنا. غادي نرمل ديك الزبده مزيان مع السكر مع السكر كلاصي والطحين. كيف ما كتشوفوا هنايا هي ترملت لي الزبده مع الطحين. غادي نجمع بداك البيضه عاوتاني، غادي نجمعها بالصبعين ديالي حتى تكور لي العجينه، يعني حتى تجمع لي العجينه كره واحده. صافي، ما نعجنوها ما حتى شي حاجه، حيت العجينه اذا تعجنات كتجي قاصحه في الفران، كتقصح لنا من بعد. واذا جمعناها بهذه الطريقه كتجينا فتيه ورطبه. صافي، غادي نبقى نجمع فيها حتى تجمع لي مزيان، وغادي نخليها ترتاح 20 دقيقه. هنا من بعد ما كترتاح لي العجينه مزيان، دابا غادي نطلقها بالمدلك. انا طلقتها بين ورق الزبده باش يساعدني باش نطلق العجينه. غادي نطلقوها مزيان. صافي، كيف ما كتشوفوا هذا هو السمك ديالها. غادي نقطع بديك الدائره كبيره، وهادو عندي اللي غنوجد فيهم الطيسان، يعني اللي غنعمر فيهم العجينه. واذا بغيتو تستعملوا ديك الطيسان ديالنا القدامين اللي مشرفين عملوهم، كيبقى لكم الاختيار. انا غنستعمل هاد الدوائر هادو. غادي نلبس لهم العجينه ونحدد القاعده بالعجينه من تحت باش تجينا طويصه معوطه. صافي، كنبقاو نقادو في العجينه حتى كنلبسو ديك الدائره مزيان، وغنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الطويصات اللي عندي كامل. صافي، هنايا من بعد ما كنلبسو الطويصات ديالنا كاملين بالعجينه، دابا غادي نثقبهم مزيان
باش ما تنفخليش العجينه في الفران. وعندي الفران كيسخن 180 درجه، غادي ندخلهم الفران ماشي يطيبوا، غير يطيبوا نص طيبه وصافي، يعني غير يتشمعوا وصافي. كنخرجوهم باش يكملوا الطيب مع الملوزه. صافي من بعد ما خرجنا الخليط ديال المعلكه او ملوزه من الثلاجه، كيف ما كتشوفوا عملت كويرات على قد القياس د الطويسات اللي عندي. كل كويره عندي فيها 20 غرام. والطويسات هما هادو من بعد ما خرجتهم من الفران ما كنخليهمش يتحمروا، حيت باقي غادي يكملوا الطياب مع الملوزه. صافي كنفند الكويرات المعلكه في السكر كلاصي وكنعمر الطويسات ديالي. كيف ما كتشوفوا غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نعمر الطويسات اللي عندي كاملين. صافي دابا الحلوه ديالنا واجده باش تدخل الفران. عندي الفران كيسخن 180، غادي نقصوا ل 160 ونخليو الحلوه حتى طيب ونعاودو نتلاقاو في التقديم. الحليوه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتشوفوا كتجي غزاله لا في المنظر ولا في المذاق. ما كنزيدوا لا حتى شي اضافه. من بعد ما كنخرجوها من الفران كنقدموها، بغيتو تعملوها في الكبسولات يعني في الكويغطات كتعملوها في كويغطات حتى هي كتعطي المنظر مزيون. انا خليتها بحال هيدا. نتمنى ان شاء الله الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي جيم والتعاليق ديالكم. وشكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في وصفه اخرى ان شاء الله.